السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شلون الصحة؟ أهلا وسهلا بكم شباب. اليوم راح إن شاء الله راح نرشح الإنشاءات اللي عندنا المطلوبة هذه السنة لسنة 2023، وهي 7 إنشاءات. هذن مطلوبات لازم 7 تحفظن تدخل الامتحان تجاوب. بس إحنا راح نرشح هذا الترشيح، يجوز ما يجي. أنا من فضل الله العام رشحته كلهن اجن للعلمي والتطبيقي وللأدبي، وإن شاء الله ذن هاي السنة هم يجن بس للاحتياط، يعني أبلغكم. عين الإنشاءات المطلوبة عندنا: الدراسة في بريطانيا، وشكوى البنك، وعطلة رائعة، ونصائح لسائح، والدراسة أثناء فترة العمل، وإعلان السكائر، ونصيحة للحصول على وظيفة. عندنا هنا عطلة رائعة ونصائح لسائح سويتهن بإنشاء واحد، يعني من تقرأ هذا الإنشاء راح يكون شلون جوكر، يعني يصير عطلة رائعة ويصير نصائح لسائح مع تغييرات بسيطة. وإذا تريد تتعرف على هذا الإنشاء راجع الفيديو اللي موجود بالقناة، راح تعرف إنه عطلة رائعة ونصائح لسائح راح يجن بإنشاء واحد. خلصنا من عنده. زين، هسه نرشح للعلمي. العلمي راح يجيهم الدراسة في بريطانيا، وعطلة رائعة، زائد النصائح لسائح، يعني هذا يعتبر إنشاء واحد، والبنك. الكل فصل أو الكل مرحلة العفو راح أرشح لها 3، يعني العلم 3 والتطبيق 3 والأدب 3. فالعلم حاليا الدراسة في بريطانيا مرشحتهم، وعطلة رائعة ونصائح لسائح تعتبر إنشاء واحد، والبنك. فصار عندكم 3 إنشاءات يا العلمي. هسه نجي للتطبيقي. التطبيقي عندنا الدراسة أثناء فترة العمل، وعطلة رائعة، ونصائح لسائح يعتبر إنشاء واحد، والسكائر. التطبيقي الدراسة أثناء فترة العمل، وعطلة رائعة، ونصائح لسائح تعتبر إنشاء واحد، والسكائر. هسه نجي للأدبي. الأدبي نصائح للحصول على وظيفة أو عمل، نصائح للحصول على وظيفة أو عمل. ثانيا عطلة رائعة زائد نصائح لسائح تعتبر إنشاء واحد. وثالثا الدراسة في بريطانيا، الدراسة في بريطانيا. هاي مرشحاتكم يا شباب للعلمي وللأدبي والتطبيقي. هاي مرشحاتكم، ومن الله التوفيق. أنا جبت لكم إنشاء واحد تحفظه يرهم عليهم ذن اثنيناتهم: عطلة رائعة ونصائح لسائح، بس شنو تغيير بسيط. فخليكم ويا الإنشاء. وهسه حبايبي بعد ما شفتوا الإنشاء هسه أفهمكم عليه. هذا الإنشاء سهل وبسيط ومكتوب على صيغة عطلة رائعة. يعني هذا الإنشاء إذا جت لك عطلة رائعة تنزله نصا. زين، إذا جت لك نصائح لسائح نفسيته الإنشاء، بس شكو I went تتحول إلى you can go. شوي الميل هاي عنكم. you can go. يعني هذا الإنشاء مكتوب بصيغة عطلة رائعة. إذا اجت لك إنشاء نصائح لسائح فش تسوي؟ شكو I went تحولها you can go. زين، شكو we had تتحول إلى you can have. شكو was تتحول إلى is. شكو were تتحول إلى are. وعندنا هنا we spent تتحول إلى you can spend. فقط هذا الإنشاء يلخص لك، يعني تقدر تكتبه مثل ما تقول وجهان لعملة واحدة. تقدر تكتبه نصائح لسائح، تقدر تكتبه عطلة رائعة مع تغييرات بسيطة. حاولوا تصورونها. ولهنا ينتهي المرشحات وينتهي الدرس، وأتمنى استفاديتوا من هذا الشرح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.